الكبير استاذ عادل عطيه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، بشكرك لوجودك معانا. الله يخليك. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. عيد كان سعيد عليك وعلى الاسره يا ان رب شاء على الله. الجميع. كل سنه وانت طيب بمناسبه التوقيت جديده برضه، عشان رأس لاول القرار. مره احنا في الصيفي برضه يعني برضه حاجه جديده برضه. شرفتنا وشرفتنا وبشكر حضرتك لوجودك معانا. ربنا يخليك يا استاذ حسام. عايز ابدا مع حضرتك من ملف انا مستغرب انه مفيش الترويج الاعلامي ليه قبل ما يكون الاهتمام الاعلامي ليه، يعني واعتقد انه الاهتمام بيجي مع الترويج الاعلامي. طبعا. ملف تنظيم مصر لأمم أفريقيا للنسخة 36 هتكون في عام 2027، وأنا هستقي معلومات من ما سينشر في جريدة أخبار اليوم. دكتور مدحت رشدي صديقنا العزيز كان أرسل لي الموضوع اللي هينشر بكرة بإذن الله، عن أنه بالفعل الملف قدمه اتحاد الكرة بعد أخذ الموافقة الحكومية من يوم الخميس 20 إبريل. بالزبط. تم الموافقة، وأنه في انتظار قدوم لجنة من الكاف في الفترة من الأول من يونيو وحتى منتصف يوليو. اللجنة دي هتيجي تشوف الملاعب والمنشآت وتضع تقريرها الفني، وهيكون في إعلان رسمي بين الملفات المرشحة في نهاية هذا العام أو في بداية يناير المقبل. الدول المتنافسة على هذا الملف الجزائر وتسوانا، وملف مشترك بين كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا. المفروض انه يعني النسخة دي مصر يعني طالبة ان هي تقدمها ومنتظرة الموافقة، والمفروض ان بنحظى بعملية التصويت اللي بيتم من خلال مساندة الاعضاء في الاتحاد الافريقي ال 52 اتحاد محلي، وفي كلام على انه في اتصالات قائمة مع هذه الاتحادات لضمان التصويت. الملف ده ليه اتفاجئنا بيه في الميديا، وليه شايفين القدر البسيط من عملية الترويج ليه؟ لان اقول لحضرتك حاجه، هو تحس اللي هو تشعر يا استاذ حسام اللي هو جه خبر. تحس هو خبر كده من كام يوم نزل في المواقع الرياضيه. ايوه. لكن ما فيش حد مسؤول رسمي طلع احنا هننظم اتحاد الكوره مثلا. طبعا هو المعني بالقصه. أيوة بالظبط. طلع وقال احنا وهم شغالين اوريدي على الملف. بالظبط. احنا عندنا ملف كذا كذا بنحضره ونقدمه، وخدنا الموافقه الرسميه من الجهه الحكوميه اللي احنا اوريدي خدنا الموافقه وقدمناه بشكل رسمي، وبيتنافس معانا الدوله دي زي ما حضرتك الجزائر وبتسوانا وكينيا وتنزانيا واوغندا كملف مشترك. نعم. ما طلعش الكلام ده كله للراي العام من اتحاد الكوره، ده طلع خبر في المواقع الرياضيه بشكل كده يعني حاجه عابره. نعم. لكن هو حاجه مهمه جدا وخبر مهم جدا وخبر لازم نتوقف عنده. لان ده تنظيم كاس افريقيه 2027. نعم. لان احنا كنا تعرضنا للقصه دي 2019 وكان بشكل مفاجئ، بس عشان كان تعثر من الكاميرون. أيوة. واحنا زي ما بقول لحقنا الموقف وكنا على قد المسؤوليه وعملنا تنظيم رائع جدا باشاد كل الدول اللي شاركت، وحتى عبر اعلاميا بشكل كبير. صحيح. وكانت بطوله ناجحه تنظيميا وفنيا، لكن منتخبنا خرج من دور الثمانيه من جنوب افريقيا. نعم. لكن المفروض المره دي يبقى فيه ترويج بشكل يعني خدنا موافقه رسميه، يبقى فيه الناس تطلع بقى في وسائل الاعلام تقول تصرح بشكل كده بلان معمول، انا عملت كذا 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 والرؤيه بتاعتي كذا وهنعمل كذا. ده ملف رسمي، لان اكيد ده اتقدم في ملف. صحيح. فلازم انا اخرج للشارع الرياضي او الناس المهتمين بكره القدم، وطبعا هم كتير جدا. انا يعني لازم انا ابقى عندهم رؤيه وعندهم درايه بكل ما يحدث في الكواليس عشان يبقى حاجه مش مفاجاه. صحيح. وبعد كده الموضوع مش سهل على فكره. احنا جاهزين بننظم اي بطوله وعندنا بنيه تحتيه دلوقتي على اعلى مستوى، والاتحاد الافريقي عارف ده. يعني لما لجأ لك قبلها ب6 شهور وانا كنت جاهز وعملت له بطوله، قال لك دي الاروع في تاريخ البطولات، فانا جاهز. فانا مجهز اهو من قبلها ب4 سنين اهو. لكن في منافسه يعني ممكن زي ما ذكرت قبلها، ممكن يدوا شرق ما حصلش قبل كده لشرق افريقيا اللي هي كينيا وتنزانيا واوغندا. ده ملف مشترك وثلاث دول اول مره تتنظم، ممكن عندها بنيه تحتيه الى حد ما يساعدها الاتحاد الافريقي. أيوة. بحيث هم ينظموا البطوله ويبقى حدث جديد. أيوة. عليهم. أيوة. الجزائر منافس قوي جدا لمصر، دي برضو جاهزين وعندهم برضو بنيه تحتيه وعندهم حاجه متطورين في التنظيم، عندهم درايه كبيره جدا وعندهم خبرات كبيره جدا. بتسوانا انا شايف هي
الى حد ما الحلقه الاضعف في التنظيم، لكن احنا فرصتنا كبيره، لكن لازم نشتغل بشكل كويس ولازم نمهد بشكل كويس. مش هنعتمد على زي ما بنقول ايه السمعه او الحضاره بتاعتنا كان زمان واحنا لا، احنا كل حاجه لازم تشتغل عليها، لازم تعمل مجهود، تبذل مجهود وتأدي الكلام ده على ارض الواقع حاجات ملموسه. فعلا انا الاستعدادات عندي يبقى فيه تطوير فيها، التكنولوجي فيها زي ما ذكرنا قبل الهوا، موضوع تذكرتي، الشغل اللي بيحصل ده لازم يكون انا عندي كل حاجه موجوده وكل الاجهزه موجوده، وبتحدد مين اللي يعمل، مين عمل الشغب بالاسماء، لان كل حاجه عندي الايديا بتاعته بالظبط. فلازم لما يحصل اي حاجه بيطلع لي زي ما ذكرت، يطلع لي الاسم ده ممنوع ما يخشش تاني. بالظبط. لكن اللي هو اجهزه قراءه الباركود او الكيو ار اللي موجود في الفان اي دي بتاعت اللي بيدخل يشجع. الامن ملوش دعوه بالقصه دي، الامن بينظم الامن الخارجي. ايوه. لكن الحاجه الداخليه دي مع تذكرتي، مع منظمين الاساسيين اللي هم عندهم التكنولوجي الحديثه بالاجهزه والتقنيه الحديثه اللي هي فيها كل ده. معنى ان ده مش شغال او اتعمل بس في 2019 وبعد ما خلصت البطوله الناس خلاص نامت في العسل، خلاص قفلت الظرف بتاعتها، خلاص ما حصلش صيانه، ما حصلش تحديث، الباركود لازم يتحدث على طول. ده شغلتهم هم، دي مشكلتهم هم. عشان اضمن فكره عدم دخول من تم ايقافه. بالظبط. يعني انت حضرتك اعلنت عن ايقاف 3000 مشجع النادي الاهلي انه يدخلوا الملاعب بشكل عشوائي. طب دول انت حددتهم بالكاميرات وبياناتهم، طب هتعرفهم منين؟ لازم يكون المفروض ان الاجهزه بتقرا على طول، ده خلاص اتسجل انه ده عليه تيت، ده ما يخشش، حسام محرز ده ما يدخلش، فخلاص اول ما يخش الفرقه دي يقول له لا حلو انت ما تقدرش، او من اول ما يحجز المفروض تذكره. طبعا ما هو الفرقه دي المفروض بيحجز واول ما يسجل بالظبط هو على السيستم ما يخشش على طول. لا مش ما يخشش بقى، السيستم ما يستقبلوش بالظبط كده، يرفض. ايوه يبقى ده خلاص ممنوع. صح كده. ده المفروض كده، ما العالم كله بيعمل كده. احنا عملنا وحدثنا لكن ما بنطورش، ما فيش صيانه. على ذكر الجمهور، امبارح كنا في صباح رياضه وبنتكلم على فكره مباراه الاهلي والرجاء ووجود الجماهير المغربيه، وحتى ساعتها علقت على انه الجماهير المغربيه، واعتقد انه ده هيحصل مش بس عشان مباراه الاهلي، في كل المباريات اللي هتقام في المغرب الفتره الجايه. المغرب متقدمه بملف لتنظيم كاس العالم، ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال. بالزبط. والملف ده بيحظى بتأييد مغربي، وانا حتى ساعتها ذكرت كده انه فين الكلام على الملف المصري السعودي اليوناني اللي اختفى دلوقتي وانزوى. لكن انا بتكلم عن نقطه الجمهور، لانه في الاخر وانا بقدم على ملف زي ده انا عايز اقول ان انا عندي جمهور بيشجع كوره مش بيعمل شغب. بالزبط. واعتقد انه الفتره اللي جايه دي هتشوف شكل معين لجماهير الكره المغربيه سواء على مستوى الانديه او المنتخبات عشان تروج للملف ده. انت عندك وده انت عندك غير كاس عالم، عندك ملف كاس افريقيا تحت 23 سنه بالزبط. اللي عندهم اللي جايه، فانا قصدي انا هربط ده بهنا بقى. ايوه انا مقدم على افريقيا 27 ويمكن اقدم على كاس عالم محدش عارف 36، وبالتالي هذا الملف ملف الجمهور حتى الان. ألا تجد أنه مفيش عملية توجيه للجمهور عشان أشركه في عملية التنظيم دي وفهمه أنك مسؤول زي رئيس اتحاد الكورة وزي وزير الشباب والرياضة وزي يا أستاذ حسام. الجمهور أو الجماهير بشكل عام الحلقة الأقوى في المنظومة الرياضية أو الشعب الرياضية بشكل عام والقروية بشكل خاص. الملعب بدون جمهور زي ما تشوف في الملاعب الاسبانيه والانجليزيه طبعا هي اللي بتدي مذاق خاص. الملاعب العربيه والعربيه حاجه جميله، كله فل، كله مكتمل الاركان. فالجمهور بقى مهم جدا. احنا شفنا الاهلي في الماتشين الهلال والماتش الاخير بتاع الرجاء من 50,000 متفرج ما شفناش من 10 سنين. صحيح. رقم كبير. صحيح. والمنظر كان منظر جميل جدا، منظر حضاري وتشجيع، وخلى بيدي طاقه ايجابيه للعيبه. نعم. وبيدي صوره حضاريه لكل الاعلام، بينقل الكلام ده كله. يبقى انت عندك جمهور، يبقى انت عندك جمهور مهتم، جمهور واعي فاهم. فلازم هو ده مصدر المشهد الفتره القادمه، لان اي بطوله من غير جمهور فاشله. صحيح. لازم الجمهور هو اللي الجمهور بيقدم طريقه تشجيع محترم طبعا، عشان هو ده اللي بيعكس انت عندك صورة بلد بالظبط. انت ماشي ازاي، ماشي صح، ماشي عشوائي، ماشي لا كده اي حاجه وخلاص. لا، لازم يكون في حاجه منظمه ومنهجه مبرمجه عشان يبقى الناس كلها عارفه اللي احنا ماشيين بسيستم، وسيستم متطور
زي موضوع الايديا، ولازم موضوع التذكرتي والفن الايديا، لازم الناس اللي يعمل شغب او بيعمل حاجه يخرج عن النص معروف السيستم ما يقبلوش. ده يحصل ايه؟ يبقى لازم الملاعب كلها يتطبق، مش استاد القاهره بس، استاد القاهره وبرج العرب واستاد ويس سلام واستاد 30 يونيو، من 5 6 استادات يبقى عندنا كل ده فيها التكنولوجيا دي. لا ده احنا ان شاء الله كمان لازم على 27 نعممها. على 27 كمان هيكون عندنا العاصمه الاداريه بقى، المدينه الرياضيه، مصر الاولمبيه دي الرياضيه. احنا عندنا حاجه بقى هتبقى فيها ملاعب، بنيه تحتيه رائعه جدا. عندنا ملاعب وعندنا حاجات، بس محتاجه نكمل. يعني احنا الحلو موجود، عاوزين الحلو يكمل بقى. أيوة. من خلال التطوير والصيانه والتحديث، واللي في حاجه محتاجه تتغير، حاجه تتحدث. كل التكنولوجيا دلوقتي في العالم كل يوم في جديد. صحيح. مش عاوز اقول كل شهر، لا كل يوم في جديد، وكل يوم في تطوير للافضل والاحسن. وكل حاجه بالتكنولوجي، بكل يعني العامل البشري بيقل. ايوه. من خلال الادوات اللي هم بيستعملوها. صحيح. والماكينات اللي بيستعملوها سواء في الدخول. انت شفت كاس العالم في قطر شكلها بس شوف اعلى يعني رقم، اعلى كاتيجوري لغايه النهارده. كل اللعيبه وكل الناس اللي راح بتتكلم في اي لقاء صحفي عن اللي اتعمل هناك بالظبط مش لاقيين غلط. ناس ابهروا الناس بصراحه. يعني فاحنا عاوزين اللي احنا مش اقل من واحنا اتقال علينا كويس يعني في 19 احنا كل اتقال علينا كلام جميل جدا، واحنا دايما جاهزين. ودايما حتى احنا في احلى الظروف وقت كورونا كنا احنا مستضيفين المشهد. صحيح. في استضافنا بطولات كتيره جدا. كان يعني استضافنا بطولات الناس كلها هربت منها. صحيح. لا كنا فعلا فاتحين ابواب لمصر ونظمنا احدث تنظيم. لكن احنا عايزين نكمل. لازم يكون عندي التكنولوجيا الحديثه دي او الادوات الحديثه لازم تكون موجوده في كل الملاعب. صحيح. لازم انا كل زي ما بشوف كده بره المباراه قبلها بنص ساعه او ساعه الا ربع تلاقي الملعب فاضي. ايوه. مجرد ما قبل ما يبدا صفاره الحكم يبدا الملعب اتملى. ونفس القصه في الخروج مفيش في سيوله وصل في كل حاجه. 4 ساعات و5 ساعات. لا كل واحد 3 ساعات. لا كل واحد معاه بالرقم التذكره عليها الكرسي عليها كل ده من خلال ايه؟ التقنيه الحديثه. صحيح. بيخش مفيش اي حد يعمل اي، كل واحد عارف هيعمل ايه. أيوة. وكل واحد عارف دوره ايه، وداخل يشجع وداخل يآزر ويساند بشكل حضاري وايجابي للفريق بتاعه. هو عموما احنا من هنا ل 27 كمان هيكون في تطور حدث في منظومه النقل والمواصلات. العاصمه الاداريه هترتبط بكل خطوط المواصلات سواء على مستوى المترو او المونوريل وغيرها. نفس الحكايه برج العرب في اسكندريه، نفس الحكايه اسماعيليه، نفس الحكايه العالمين هيبقى فيها مدينه رياضيه. يعني القاهره طبعا خلاص. ما هي برضه مش ملاعب بس، لازم حياه المواصلات حياه بالظبط. انا بالفنادق تكون جاهزه بالظبط، من الفندق للملعب، ترويج سياحي كمان. الملعب للملعب تدريب. عندنا طبعا الاثار والمنشآت السياحيه. صحيح. بشكل كبير جدا. زيارات بتعمل افواج، بتعمل يعني الملفات كلها هتشتغل. أيوة. مع بعض. شوف حضرتك قلت نقطه مهمه اللي هي فكره انه الاحداث دي ما يبقاش فكره البلد بتصرف والعائد فقط هو السمعه. ده بقى اللي عاوز اقوله، يعني لازم يبقى كمان في منظور اقتصادي. لازم يعني في ترويج اقتصادي. في الانترو ذكرت في الاخبار انا بننظم بطوله عالم للجمباز. بطوله العالم دي انا في دول كتيره مشاركه، دول اوروبيه. كل العالم بيشارك في البطوله دي. يبقى لازم انا استفاد ازاي ماديا من او اقتصاديا من البطوله دي. انا بنظم وبقى الترند مصر بتنظم وجاهزه وعلى احدث مستوى اعلى حاجه، لكن انا عاوز برضو فلوس، عائد. بالظبط. عاوز عائد مادي. عاوز احس ان انا البطوله دي جابت لي عائد مادي غير العائد المعنوي والسمعه. صحيح. احنا في الحته دي تمام. لكن لازم بقى تكمل زي ما قلنا، كل حاجه عاوزه تكمل. لازم تكمل بالعائد المادي. صحيح. البلد عاوزه عمله صعبه، والناس دي كلها اوروبيين من امريكا وكل دول العالم. انا بقى ازاي اطلع منهم العمله الصعبه دي؟ صحيح. وازاي استفاد من خلال الترويج السياحي، زيارات الاهرامات، زيارات للمتاحف. صحيح. كل ده اعمل الليالي الفندقيه في شرم والغردقه والاماكن احس البلد فعلا احس بالبطوله دي حصل انتعاشه. واحنا بننظم بطولات كتير، لكن احنا ناقصنا الحته الاقتصاديه، ودي اعتقد بقت هي المهمه طبعا. يعني الرياضه بقى اصبحت الصناعه في كل، سواء كوره سواء يد سواء سله سواء جمباز، كل ده محتاجه حاجه ماديه اصرف عليها. لما يكون عندي عائد مادي كبير هطور واحدث بشكل مريح. صحيح. ما بقاش على طول في ازمات.
صحيح. يعني ممكن الرياضه تحل لي ازمات كتيره جدا. أيوة. واحنا عندنا دلوقتي بنيه تحتيه ومواصلات على اعلى مستوى، طرق، يبقى انا استفاد كل ده في من الاطار ده، يبقى في عائد بقى انا اشعر بيه، والمواطن حتى يقول لك دول الناس بتنظم، لا ده بتنظم، احنا فعلا هتبقى احسن نعناشه كده أيوة. في السوق عندنا، أيوة. سواء فعلا. السوق التجاري، السوق السياحي، صحيح. كل ده يبقى فيه الناس تشعر ان فيه فعلا جاي الدنيا حتى تتغير شويه. صحيح. ده مهم جدا، ده مهم زي ما جدا. حضرتك قلت كده، الفايده بتعم على ابسط، على سواق التاكسي، على كله. صاحب الكشك بتاع اللي بيبيع حاجه ساقعه، على الفنادق، على الاقامات، على محلات بتبيع هدوم وحاجات المشغولات الفرعونيه دي، كله ومش عارف بيستفاد. إيه. كل ده بيستفاد يعني. نتمنى ان ده ان شاء الله يا يكون رب. هو ده يا رب. المنطق. مباراة الغد امام الاهلي امام الرجاء المغربي هناك في الدار البيضاء كازابلانكا، مباراة مهمة، بعيدا عن حسابات الورقة والقلم، هكسب بكام، او هتعادل بقد ايه، او هتغلب بكام. اعتقد انه منطقيا ما يبقاش عندي غير كلمة المكسب طبعا. لو انا رايح اي ماتش يعني. طبعا. لكن هي مباراة في النهاية لها حساباتها صحيح. كولر بيتكلم قبل المباراة كلام كويس، وانه انا عارف ظروفي، وان احنا قادرين على الفوز بامكانياتنا حتى لو في غيابات او في تأثير معين. منذر كبير التونسي المدير الفني للرجاء بيتكلم عن انه الاهلي والله يتعود على انه يتغلب، وده سهل علينا، وطبعا ده منطقي، وضع طبيعي. وضع طبيعي. ايه اللي محيط بهذه المباراة؟ لا، مباراة مهمة جدا طبعا. مباراة الأهلي بدأ طبعا البطولة الأفريقية بشكل فيه تعثر كبير قوي، حصل ليه مطبات، لكن عجبني في حاجة واحدة، اللي هو فعلا وانس جات له فرصة التعادل مع صن داونز مع الهلال واتأهل، استغلها بشكل جيد جدا. شفنا عمل ماتش قوي قدام الهلال، وزي ما قلنا الجماهير كانت ملأ الاستاد. ثم الماتش الرجاء قدموا أداء عالي جدا. فريق الرجاء فريق قوي، فريق من فرق مصنفه، فريق واخد بطوله قبل كده، عنده خبرات، عنده لعيبه دوليه، عنده مدرب كان بيدرب منتخب تونس ل3 سنوات، منذر كبير، اذا عنده خبرات كبيره جدا. لكن كولر تعامل مع الماتش بشكل جيد جدا. نعم. صحيح الفريق المغربي فاجئ كولر باول ربع ساعه بضغط هجومي مبكر، وشفنا تسديده محمد النهيري وتصدى لها ببراعه الشناوي، برضه دي كانت برضه ليها نقطه تحول كبيره جدا. ثم بعديها برضه فرصه راحت من الزريدي في بعديها تمام في الدقيقه 30. لكن عاوز اقول توقيت الهدفين في الماتش الاولاني، ماتش الذهاب اللي قبل نهايه الشوط الاولاني، من تمريره معلول لعبد المنعم اللي حطها وخد افضل هدف في صحيح. الجوله دي. ثم توقيت الهدف الثاني في الدقيقه 84 من تاو لحمدي فتحي، اللي هو كان فعلا ما عندوش، كان راسي جدا وهادي جدا ومتزن بشكل كبير، وحطها بشكل كويس في رائع في المباراه. الهدفين وتوقيت الهدفين هم اللي ساهموا بشكل كبير جدا في شكل الاهلي كان حلو ازاي. نعم. الماتش غدا ان شاء الله الاهلي السكواد بتاعه لاول مره يبقى كامل، مفيش غيابات، مفيش اصابات، اللعيبه كلها جاهزه، اللعيبه كلها مستعده، واعتقد مستر كولر بيذاكر كويس. يعني فريق الرجاء خلاص شافوا والاوراق كلها مكشوفه. ده هو شافه في حالتين يعني شافه الشوط الاول وشافه الشوط الثاني بالظبط، يعني في حالتين مغيرتين بالظبط. وفي حاجه برضو بترجح الاهلي، اللي هو السنه اللي فاتت نفس القصه في دور الثمانيه تاهل على حساب الرجاء بنفس الاسلوب. فاعتقد دي بتدي افضليه للاهلي. زائد اعتقد يعني عاوز اقول الفرصه ما بتجيش ليك مرتين، انت جات لك مره انت تستثمرها، انت تاهلت بشق الانفس ومشيت كويس وكسبان في مباراه الذهاب 2-0، ودول برضو مش عاوز اقول كفايه لكن مش قليلين. يعني برضو دول يعني يطمنوا الى حد ما، مع اللياقه الذهنيه والبدنيه والتحركات والتكتيكات والاستراتيجيه الفنيه بتاعت مستر كولر مع اللعيبه. يعني مستوى عبد المنعم عالي جدا. شفنا الشناوي كان يعني رغم اللي هو قبل كده كان في بعض السقطات صحيح، لكن في الماتش ده كان مركز بشكل كبير وكان نقطه تحول في بعض الاوقات رجح كفه الاهلي. مع معلول، مع اما شفنا ديانج، مع حمدي فتحي، مع بيرسي تاو اللي هو بيتحرك بشكل كبير جدا، مع حسين شحات اللي هو مستوى بقى مرتفع في كل الماتشات، مع تحركات كهرباء. لا، فالاهلي عنده اوراق
هجوميه ودفاعيه وفي خلاص وسط الملعب بشكل كبير. واعتقد شافوا ريدي الصبار، وشافوا زريدي، وشافوا نهيري، كل الاوراق برضو بتاعت فريق الرجاء. صحيح كان ناقص منه كم واحد، مثلا اسماعيل المقدم يمكن يلعب اللي هو كان مصاب. عبد الصمد مش موجود، بس في نهيري بيسدد محله. لا لكن انت عندك خلاص، انت شوط خلص، عندك كمان جمهور رجاء. وعندك جمهور. عاوز اقول الجمهور المغربي مختلف برضه. يعني انا متذكر نهائي دوري ابطال الوداد مع الاهلي الموسم الماضي، لا وانس الحكم صفر احنا لقينا الملعب كله احمر، وكله لوحه، وكله مفيش اصلا مفيش سكون، كله تشجيع ومؤازره وزئير وحناجر بتزعق وبتشجع بشكل رهيب جدا. فده متوقع، المفروض الاهلي خد بقى الخبرات، الحاجات دي كلها شافها. فدي كلها نقطه المفروض ايجابيه، والاهلي تمرس عليها وتعود عليها. وسافروا بدري للمغرب برضو، الاجواء والطريقه والملعب اللي اتدرب عليه، التدريبات دي كلها دخلوا جوه الاجواء حتى طيبه. يعني احنا شفنا استقبال في بعثه الرجاء هنا، كان استقبال طيب جدا، وكان في بيان من النادي الاهلي بيرحب بالاخوه المغاربه وبيتكلم كلام طيب على ازاي لما رحنا في كاس العالم للانديه هناك برضو جمهورهم كان بيشجعنا والكلام ده. برضو الاخوه في المغرب هناك مستقبلين النادي الاهلي كويس جدا. لسه رئيس الرجاء عامل اتصال تليفوني مع كابتن محمود الخطيب، بيرحب بيه، بيقول له احنا دي ماتش. فالاجواء طيبه وجميله جدا يعني جدا. واحنا في المغرب، احنا في كاس العالم كان مصر كلها كانت مغرب، ده حقيقي صحيح. فاذا العلاقه الاخويه موجوده، لكن دي كوره ومنافسه. في النهايه استقبلني كويس بس اكسبك، ما عنديش مشكله ان شاء الله هكسبه ان شاء الله يعني. لكن دي كلها محتاجه بقى اخلاص، محتاجه عرق، محتاجه بذل جهد، محتاجه بينتهي عزيمه. دور المدير الفني هينتهي قبل المباراه طبعا، بكل انه حفظ اللعيبه وعرفها ادوارها بالزبط. وبالتالي بننتظر حماس اللعيبه ولعبها وادائها الرجولي. لكن برضو لازم المدير الفني قراءته للملعب طبعا لازم بيشوف حتى يعني كنا بنشوف مستر مانويل وزير اول ربع ساعه ممكن بيلاقي حاجه يغير، يعني تغيير. فلازم يكون برضو المدير الفني ادى كل التعليمات وكل الاستراتيجيه والتكتيك والاسلوب لكن لازم يكون عايش الجيم، عايش المباراه بكل تفاصيلها، تحركات اللعيبه. في واحد ممكن ما يكونش موفق، ممكن يسحبه مبكرا عشان الدنيا ما تروحش. اللعيبه رايحه بثقه الفوز ان احنا كسبانين هنا 2-0 وهنروح نكسب عادي، ولا لا يعني كولر اكيد منبه تنبيهه ثانيه؟ لا طبعا لازم تنبيهه ثانيه. لازم انا رايح الماتش الاولاني خلص خلاص، ماتش جديد. ايوه، انا بحاول على الاقل اول 45 اي دقيقه ماتش لازم العبه اكسبه، لازم اكسبه. لازم ابقى مركز على الاقل ما اخش فيه هدف. ما اقعدش اقول مثلا اصلي لو اتغلبنا 1-0 برضه احنا طالعين، لا ما ينفعش. لو اتعادلنا بدون هدف او حاجه طالعين، لا مش يعني الحسابات دي. لا حسابك المكسب ده لازم انا اعمل زي ما هم عملوا هنا في الاول. انت شفنا الرجاء اول ربع ساعه اول ثلث ساعه ضاغط عليك، ضاغط وضيع هدفين بشكل كبير. فلازم انا اكون ليه كده. انا هو اكيد هم عندهم يبقى في اندفاع هجومي طبعا. لازم انا اكون عندي زي ما انت بتدرسه، هو درسك وحللك وشاف كل ظروفك بدليل فالامور متساويه. في المؤتمر ده اصل هم اتغلبوا ومش عارف دخل فيهم كام جون، ده المصري كسبهم، ده مش عارف ايه ده. لا هو المصري هو دي صفيحه يعني جت منه اوت شويه لانه المصري انا ما لعبش دي كده. هو في دماغه يعني هو عاوز يقول يعني انه الاهلي والله بيتغلب يعني عادي جدا يعني. ما فيش حد بيكسب على طول، يتغلب على طول. لكن انا كل مباراه ليها ظروفها وليها رجالها وليها حساباتها. لازم اكون مركز في المباراه بشكل كبير، من ناحيه زي ما قلنا ذهنيا وبدنيا وفكريا، كل حواسي وكل فكري ان انا ازاي اكسب فريق الرجاء في ملعبه في الماتش غدا ان شاء الله. التركيز مهم زي ما حضرتك بتقول، لكن برضه ممكن حد يتخيل انه هل ممكن يكون بينقص تركيز اللعيبه تركيزهم في مباراه يوم الجمعه اللي جايه؟ لا مباراة السوبر. وانت عارف ان احنا فكرة الاهلي والزمالك دي عندنا بالنسبة لنا قصة ثانية. كأنه يعني دي اكبر بطولة العالم يعني. خلاص خلصت. فهل ممكن تركيزهم في ده ينتقص من تركيزهم في هذه المباراة؟ لا دي بطولة منفصلة، واعتقد بطولة افريقيا ليها اهمية خاصة بتأهلك كاس العالم للأندية. لا وليها انت بتعمل ريكورد فيها. انت واخد البطولة، الاهلي واخد البطولة 10 مرات، عاوز تعمل 11 واللي انت حصل سوء توفيق وخسرت في النهائي الموسم الماضي، فعاوز تعوض او ركز في كل حاجه في وقتها، كل حاجه كل ملف او كل مباراه اشتغل عليه وخلاص. بالظبط. كل بطوله على حده. انا اخلص افريقيا، اقفل افريقيا، اشوف بقى موضوع السوبر.
نفس القصه في الراجل اكيد عامل كده، كل واحد بيركز في شغله، لكن اللي هيكون مركز اكتر، اللي هيكون عنده اصرار اكتر، عزيمه اكتر، رغبه الفوز اعلى، هي ده اللي هيكون ليه الغلبه. هو ده اللي هنشوفه بكره في ماتش الاهلي والرجاء. طبعا نتمنى كمصريين الاهلي يفوز ويحقق مكسب ان شاء الله، لان برضو المكسب بيخليك برضو في افريقيا سمعه عاليه طبعا جدا. ظهورك في الدور نصف النهائي كمان هيبقى مهم جدا. ان شاء الله يعني. لا فان شاء الله اعتقد اللعيبه عندهم شعور بالمسؤوليه كبير جدا. اللعيبه كلها دوليه تقريبا لحد، يعني عندك مش اقل من 7 8 9 لعيبه دوليه. صحيح. بالاضافه لبيرسيتاو وجنوب افريقيا، معلول في تونس. لا في لعيبه عندها خبرات كتيره جدا، فاعتقد دي كلها هتركز وتوظفها لصالح الفريق في ال 90 دقيقه بتوع غدا ان شاء الله. بنتمنى ان شاء الله ان المباراه يعني تخرج بسلام، وانه نتيجتها تكون ايجابيه في صالح النادي الاهلي، ونقول ساعتها بقى هارد لك لاخواتنا في الرجاء، ساعتها ما يزعلوش. وغالبا هيبقى عندهم فريق برضو من المغرب، الوداد يعني. الوداد مش عارف الوداد عامل ايه النهارده، كان كسبان الشوط الاول كان كسبانين 1-0، ما اعرفش الشوط الثاني وصلوا لايه، هنعرف واحنا شغالين. لكن بنتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. النادي بيراميدز برضو عنده مواجهته مع مارومو الجنوب افريقي هناك باذن الله، مباراه العوده، وبرضو يعني له حساباته. واحنا بنقول ان احنا بنشجع الاهلي وبيراميدز لان دول الانديه المصريه المشاركه في البطولتين طبعا. بس عاوز اقول حاجه، بيراميدز حيرنا. فريق محير، دي اللي كنت هكلم حضرتك فيها. ليه بقى؟ ليه الحيره؟ يعني فعلا عنده بيزنق نفسه ليه؟ بالظبط. وعنده لعيبه كبيره جدا، عنده رمضان وعنده عبد الله وعنده فخر الدين وعنده لقاي، عنده محمد حمدي، عنده لعيبه، لا والشناوي في الجون طبعا. يعني عنده اسامه جلال وعنده علي جبر، عنده لعيبه دوليه. صحيح. لعيبه كبار، منتخب بنقول عليه منتخب. لكن شفناه الماتش الاولاني اللي اتلعب هنا في القاهره، اداء ضعيف جدا. اداء هزيل مع فريق اعتقد مارومو الجنوب افريقي فريق متواضع. فريق في الدوري الجنوب افريقي بيحتل المركز ال 13. لعب 27 ماتش، مش عارف خسر 12 وتعادل. يعني لعيب فريق مش مش سان داونز، مش اورلاندو بيراتس مثلا، مش سوبر سبورت يونايتد اللي هو الاول الثاني والثالث. لا فريق بعيد خالص. فانت كل اللي هو يعمل ماتش عليك جامد ويكسب، لولا في الاخر في الوقت الضيع يعني ربنا رأف بحالهم وسترها في ضربه الجزاء اللي جت جون التعادل. يمكن ده يحصل فوقان، مستر باتشيكو يفوق اللعيبه بتاعته. اكيد يدرس فريق مارومو اللي هو ما عندوش لعيبه على اعلى مستوى كتير، مفيش غير رانجا ولاعيب تاني، يعني مش ما عندهمش يعني لعيبه اسماء كبيره. لكن جماعيا لعبوا كويس، حققوا الهدف من المباراه، اتعادلوا بره ملعبهم وكانوا كاسبين لاخر وقت. فدي كلها. الحاجه الثانيه، انت تعرف في جنوب افريقيا الفريق عامل الملعب بياخد 45,000 متفرج، 45,000. فتح الابواب مجانا، حتى الجمهور اللي اشترى تذاكر رجعها للجمهور، اعلن انه يروح ياخد الفلوس اللي دفعها. وفتح الملعب مجانا للجمهور، 45,000 متفرج. دي كلها وسائل ضغط. ولاعيبه بيراميدز ما بتعرفش يعني ايه جمهور بالظبط، يعني ما عندها، مش منع الجمهور، هي ما عندهاش جمهور اساسا، ما عندهاش جمهور. فدي كلها عوامل نفسيه كبيره جدا بتمثل ضغط كبير على بيراميدز. اولا انت متعادل بشكل انفسي في ملعبك. اولا بتلعب مع فريق صحيح ضعيف لكن عنده جمهور عالي جدا، في ضغط كبير في ملعبه. فمحتاج بقى من مستر باتشيكو يعيد حساباته بشكل كبير، يوظف اللعيبه بشكل مختلف، يكون درس مارومو بشكل جيد جدا، وعارف ايه الاسلوب اللي لعبهم، سرعات ازاي، بيوقف ازاي، فين يقدر يباغتهم بيه بطريقه مختلفه عشان يقدر يعدي من الموقعه الصعبه دي اللي هو حط نفسه فيها. نعم. لكن هو لو بشكل طبيعي، حتى ما شفنا قرعه بيراميدز هيلاعب مارومو، خلاص الناس كانت عامله حساباتها انه بيراميدز هيوصل يا قبل النهائي يا النهائي موجود، زي ما حصل مرتين قبل كده. ده غلط، ده الغلط بقى. لازم انا اذاكر بنفسي بشكل جيد. لازم ما اعتمدش على التاريخ. كره القدم اختلفت، وافريقيا مفيش فريق ضعيف وفريق قوي. صحيح. انا الماتش ده هعمل ايه؟ حالتي البدنيه والفنيه والذهنيه المباراه دي ازاي؟ لازم اكون فايق ومركز وعندي تصميم واراده عاليه جدا،
وحافظ اسلوب لعبي، وانا كل واحد ليه وظيفه معينه باديها في المباراه، وبتحرك بكره، حاجات اللي هي بدايات كره القدم. صحيح. زائد انا عندي خبرات، يعني في عندي لعيبه كتيره جدا بتلعب منتخب، فانا والتانيين على العكس، في العكس تماما، لعيبه اصلا ما فيش حد لعيب فيهم دولي، فانا لازم انا كل ده استغله. صحيح. فدي مشكله كبيره جدا بيراميدز، نتمنى انه يعبرها باذن الله. يعني يعدي العقبه دي ويتخطاها بشكل جيد ان شاء الله، بنجاح ان شاء الله. ان شاء الله، ونشوفه باذن الله يا رب. في المباراه النهائيه. بتمنى لهم التوفيق. على ذكر المنافسات الافريقيه، عندنا منتخبنا الاولمبي في معسكر في اسكندريه لغايه اخر الشهر، وكان بيتكلم على انه مش لاقيين منتخبات يواجهوها. لقيت خبر كده على استحياء بيتكلم على انه هيقابلوا الكونغو، والخبر يعني مش لغايه امبارح ما كانش موجود الخبر ده بالظبط، النهارده بس الكلام ده ظهر. وما اعرفش كونغو، ما اعرفش دي الكونغو انهي فيهم، الديمقراطيه ولا الثانيه، فيهم في واحده اتعمل لها لجنه تطبيع، اتوقف الاتحاد بتاعها وفيها حاجه زي كده. لا اكيد الكونغو الثانيه. يعني ما اعرفش انهي فيهم، المهم يعني فهم ما قالناش انهي كونغو فيهم. ايه التفاصيل اللي قال في اي هو انا عاجبني مستر بيكالي في حاجه واحده، اللي هو فعلا اصر اللي هو يعمل معسكر حتى لو فيش ماتشات تدريبيه، وعنده لعيبه من 3 فرق مش موجودين، لكن عمل تجمع في اسكندريه، وهو برضه رفض يلاعب اي فريق في الدوري سواء ممتاز او ب او اي، قال لك لا، انا لو هلاعب منتخب. وده صح. يعني عاجبني ان هو ما استسلمش يقضي وقت وخلاص، لا هو عاوز يعني يستفاد من ماتش ودي. كمان القرعه يوم 5/5 بالظبط، فعاوز يستنى ما يشوف مين هيلاعب مين، عشان يعمل ماتشات على الاقل 2 أو 3 في مايو قبل ما يروح في شهر 6 في المغرب. دي كلها مهمه جدا. فنفسي اتحاد الكوره او المشرف على اتحاد الكوره كابتن بركات مع المشرف على المنتخب الاولمبي مع بقيه المنظومه في اتحاد الكوره يوفروا له. ليه ما وفرلوش انا ماتش ودي دلوقتي استفاد بيه، حتى لو في اللعيبه مش موجوده لكن الباقي ياخد خبرات. ايه المشكله؟ ليه ما وفرلوش ماتشين 3 في ماتش في مايو حتى بعد القرعه؟ انا لازم انا ابقى سابق خطوه، لازم انا خاطب الاتحادات ينقي مش يبقى مزنوق زي ما بالظبط. يعني انا خاطب الاتحادات، شوف انا اتفقت لك مع ده وده تختار مين، تعمل ايه، اجندتك شكلها ايه. ده الشغل الاحترافي الصح. انا بشتغل في منظومه بتشتغل عندها بلان وتوفر لي كل حاجه، يبقى انا ما عنديش حجه بقى. انا عندي فعلا لا، في اكتر من منتخب كبير. انت عارف ان تقريبا نيجيريا خرجت وغانا، في منتخبات كتير خرجت، فممكن العبهم كاستعداد او معسكر اعداد للبطوله. فيبقى عندي 4 5 فرق انقي منهم 2 على حسب انا ما عاوز الهدف منه ايه. صحيح. فيبقى عندي كده، لكن ده كله ما بيحصلش او ما حصلش. ودايما بنقول احنا دايما رد فعل مش فعل. نفسنا نكون فعل ونقدم الخطوه الاولى ونسبق بخطوتين 3 ونقدم حتى الراجل يحس ان احنا الناس تشتغل بشكل احترافي، وناس فاهمه وناس واعيه وناس عندها بلان بتنظم بيه الاتحاد. صحيح. لكن ما بيحصلش للاسف، ونتمنى انه ده يعني يتصلح بقى قريبا. هنهي الحوار مع حضرتك بمباراه السوبر. برضو من الحاجات اللي كان نشرها الدكتور مدحت في اخبار يوم عن التحضيرات والناس اللي مسافره اللي هتجهز، وفي تحضيرات للاعداد والحضور والمراسم والنظام والكاس والجوائز وتفصيلات كتيره كده بتتعمل. لكن هذه المباراه لم يسبقها حديث فني عن كلا الفريقين بقدر ما سبقها احاديث عن انسحابات، اما من ناحيه النادي الاهلي معترضا على عقوبة كهرباء، أو نادي الزمالك معترضا على قرار تنحية رئيس النادي. ايه اللي يعني ما هي هذه الأجواء؟ يعني هو أولا هي البطولة دي أو المباراة دي مباراة شرفية تسويقية بالدرجة الأولى، الرعاة اللي بتكسب فيها. فرصة طبعا للفريقين، كل واحد يعني اللي يكسب برضه بياخد بطوله خاصه، الاهلي والزمالك. لكن فنيا ما حدش يتكلم عن فنيا خالص. يعني الزمالك في مشاكل فنيه عنده كتير جدا. لسه جايب مدير فني جديد مستر اوسوريو الكولومبي، ولسه لاعب ماتش مع المقاولين تعادل 2 ثم كسب مع السيراميكا. الاهلي عنده بطوله افريقيا مع بعض ماتشات الدوري اللي هو بيلعبها اما يكون في مفيش على حسب الجدول يعني. لكن بنشوف مهاترات كتيره جدا حوالين المباراه دي. يعني في الزمالك رئيس الزمالك يطلع
اللي هو اصلا اعتقد بحكم المحكمه في عزل. وبحكم محكمه وبقرار اداري من وزاره الشباب والرياضه او مدير الشباب بالظبط. والرياضه انه ما يبقاش موجود. فين القرار ده يا استاذ حسام؟ ليه ما بيتطبقش؟ احنا ليه عندنا مشكله في تطبيق القانون؟ احنا طلع حكم وحكم ملزم وحكم يتطبق. رئيس الزمالك بقى فيه عزل، طب انا ما بطبقش القصه دي؟ ليه بخليه؟ اخش في جمله اعتراضيه بس. اتفضل. الوداد 1-0 وكده يبقى في تعادل وداخلين على ضربات جزاء. سيمبا دي سيمبا. فريق برضو دي بقى عقر شويه، حظ، ضربات الحظ زي ما بيقولوا يعني. فعاوز اقول ليه الوزاره بقياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، هو طبعا يعلم كل صغيره وكبيره ويعرف يطبق قانون كويس، ليه ما يطبقش؟ ليه انا حد مش موجود بصفه رسميه بحكم القانون، ليه انا اطلع في رسائل فيديوهات واطلع اعمل واتكلم واصرح واقول واتجاوز طب انا ليه بفتح خلي باب للمعطرات على المباراه؟ الاهلي يعترض على الكهرباء، طب يقدم التماس هو برضه المستشار مرتضى منصور قال لك ما ده في 2 موقوفين جوه النادي الاهلي هيلعبوا ازاي السوبر؟ ماشي، الشناوي وكهربا. ماشي، انا ليه افضل اتكلم؟ يعني هو كل واحد سيب الناس تشوف شغلها. كل واحد انا مسؤول عن لجنه الانضباط او في اتحاد الكوره، كل واحد يتكلم، كل واحد يعمل شغله. اما ما يعملش شغله ويحصل اخطاء، انا اتكلم بشكل رسمي برضه، اقدم مذكره واتكلم. لكن هو يمكن عشان القانون ما يتطبقش سواء عليه او اي حد تاني، فكل واحد بيتكلم. فالساحه تحس انت مباحه لاي حد. أيوة. فكل واحد بيتكلم، ما فيش ضبط ولا ربط ولا انضباط، وفي خروج عن النص بشكل كبير جدا. فاعتقد ده مش وسط رياضي. احنا عاوزين وسط رياضي، رياضه. احنا ما بنتكلمش عن الرياضه خالص، كلها مشاكل. يعني احنا بنتكلم عن المشاكل. انا كلها بقعد اتفرج مشاكل على حتى الاعلام الرياضي العربي حوالينا، ما تلاقيش الامور اللي احنا بنتكلم فيها. الناس كلها شغاله في سواء بطولات بتنظم دوري شغال، كلها حاجات شخصيه بعيد كل البعد عن الحاله الفنيه للبطوله، سواء دوري سواء كاس سواء سوبر سواء افريقيا. لازم انا اركز في شغلي، لكن كل يومين 3 اطلع اتكلم وده يعترض وده يقدم. طب فين اتحاد الكوره من هنا؟ فين اتحاد الكوره من اللي هو يطلع يقول 1 2 3 ما حدش يتكلم، انا قوي، انا ليا الايد العليا؟ فين وزاره الشباب والرياضه من تطبيق قوانين؟ انا جالي حكم ملزم، ليه ما طبقوش؟ ليه في يعني رمادي؟ يعني مش 1 يساوي 2، ليه بيساوي مثلا 3 4 5؟ لسه يعني وهل في ناس ليه بقعد احسب فيها كتير؟ يعني قرار العزل ده لو طلع على اي نادي تاني في غير هيطبق في اي محافظه اخرى مثلا، هيطبق على طول. يطبق. طب ما يطبقش هنا ليه الحاله؟ بيخلي الناس تتكلم، بيدي فرصه لكل واحد يقول اجتهادات. لكن لو في حاجات ملزمه وقرار وسريعه، ولا الاهلي هينتهي تاريخه بعقوبه كهرباء والشناوي، ولا الزمالك هينتهي تاريخه طبعا. دول قطبين كبار. بدليل يا استاذ حسام، انت لو شوف الفتره الاخيره دي كل بطولات بتاع الصالات ان فاينل مين؟ اهلي والزمالك. طاير اهلي والزمالك، سال اهلي والزمالك. الاهلي كسب في الطايره وكده في تعادل، بيلجأوا بكره المباراه يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد ان شاء الله. عفوا. فتلاقي طايره اهلي والزمالك، سال اهلي والزمالك، يد اهلي والزمالك، بنات اهلي والزمالك. فاذا هم جناحي الرياضه في مصر في جميع الالعاب اهلي والزمالك. فهم دول، مش ده اللي هيقلله ولا ده هيقلله. السيء بقى في الموضوع هو اثاره الجماهير بالظبط، واتخاذها. عارف انت اخواتنا اللي بيحصل في السودان ربنا معاهم، يقول لك ايه، قوات الدعم السريع حاطه معداتها العسكريه جوه المناطق السكنيه ومستخدمه الناس دروع بشريه. نفس القصه بيعملها الناس عندنا، الجمهور بيتحاموا بالجمهور. ده الفشل، فيجعلوا الامور وكانها راي عام طبعا. وحكايات، في حين انه ده بيستدرجوا الجمهور يعني. بالظبط. انا بجرك لحته مش بتاعتك خالص، وبحطك بتصدر المشهد. انت كجمهور تشجع بس فرقتك اللي بتلعب، بشجع وبآزي وبساند بس وبدي طاقه ايجابيه. لكن ما تحطنيش في حاجه فيها مشاكل. ما تجرش رجلي في حته مش بتاعتي. صحيح. ولا تهدد الدوله بيهم طبعا. ولا هخلي يمضي، ده هعمل الثمرات. احنا فين؟ احنا صحيح. عايزين نتقدم ازاي، وعاوزين نبقى هننظم بطوله ازاي، بنقول 2027 ازاي، وعندنا مشاكل
اداريه بشكل كبير جدا. والله نتمنى ان ده ينصلح أتمنى. الحال، واحنا والله ما بنتكلم غير عشان المصلحه العامه وعشان هذا البلد، يعني يا رب، عايزينه يبقى يا في رب. افضل حال. شرفتنا ونورتنا يا استاذ ربنا علي. يخليك يا استاذ بشكر حسام، حضرتك لوجودك وسعيد معانا. جدا ما اكون موجود حضرتك. بتشرف مع حضرتك دايما. شكرا يخليك. لحضرتك الله استاذ يخليك. عطا العطيه، بشكرك. بشكر حضراتكم كمان مشاهدينا، اشكر كل فريق عمل هذه الحلقه. تحياتي لحضراتكم حسام محرز، الى اللقاء.